العاشرة مساء بتوقيت أسنر المحلي، أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المستهلكة المعتاد بأهم وأبرز العناوين. السيطرة على الأمراض في الإقليم الأوسط. نفير لحماية التربة وحفظ المياه في قدقد. تسيير أنشطة مكافحة كوفيد-19 في دكة محررة. تقدم المساعي الدولية لتسوية الملف النووي الإيراني. أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تؤكد تمسكها بنزع سلاح كوريا الشمالية. مقتل شرطي وإصابة آخر في اعتداء جديد على مدني. إليكم التفاصيل. أعلن مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط السيطرة بنسبة 99% على الأمراض التي تؤد بالتطعيم. وأوضح مسؤول صحة الأسرة والمجتمع في المكتب السيد برخة أرعية أن الجهود تبذل لخفض الإعاقة والوفيات في فئة الأطفال إلى الصفر والشباب إلى نسبة أكثر من 95%، مشيرا إلى ارتفاع التطعيم ل 12 نوعا. وذكر منسق برنامج الإنجاب الصحي السيد حري ولد ميكائيل ارتفاع الولادة في المؤسسات الصحية بنسبة 80% العام الماضي، ويشير هذا الرقم إلى زيادة بنسبة 10% عن عام 2019. بجانبها أشارت منسقة برنامج متابعة صحة الطلاب الممرضة للتبرهان عند مسكل أن البرنامج ينفذ سنويا مع الأنشطة الصحية والتعليمية القائمة، موضحة توظيف الكادر الصحي في المدارس مع استئناف التعليم لمكافحة كوفيد-19 وتدريب أكثر من 500 معلم حول أساليب مكافحة كورونا. يقوم سكان ضاحية قدقد في مديرية شعب بأنشطة نافير واسعة لحماية التربة وحفظ المياه ورفع الإنتاج الزراعي، ويشمل العمل بناء المدرجات والحواجز المائية وإصلاح الحواجز التحويلية للسيول وصيانة طريق قحتيلي شعب. وأوضح المشاركون في النفير أن عدم حصولهم على الدعم الآلي هذا العام جعل معظم مياه السيول تذهب إلى البحر، وأثر ذلك سلبا على إنتاجهم ومعيشتهم، ويعملون حاليا بقوة للحصول على إنتاج أفضل. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإترية عمل السكان بالنفير لصيانة 350 مجرى تحويلي وبناء المدرجات والحواجز المائية في الأراضي الزراعية. كما جرت أنشطة نفير لبناء المدرجات والحواجز المائية في الأراضي المنجرفة في ضواحي شعب منشب وتيلوك ووقيرو ووديلو وصيانة طريق قلب وقريد. تجري في الإقليم الجنوبي أنشطة مكافحة وباء كوفيد-19 مع بدء التعليم وفتح الجزئي للمواصلات العامة. في هذا الإطار عقدت وزارة التعليم اجتماعا في مدينة دكة محرر لمسؤولي التعليم والإدارات ووزارة الصحة من مديريات صنعاء وعدقيح وسجنيتي وجرونة وميعيني ودكة محرر حول الإجراءات الاحترازية التي يتوجب القيام بها والدور الرائد للمعلمين والجهات الأخرى ذات الصلة. وأوضحت مسؤولة التعليم في مديرية دكة محرر الأستاذة ركبة كفلة وجوب القيام بالحظر اللازم والتنسيق بين المدارس والمجتمع والإدارات، وكذا وزارة التعليم وتبادل المعلومات. من ناحية أخرى يقوم شباب مديرية دكة محرر بأنشطة مكافحة كورونا بالتعاون مع إدارة المديرية ومستشفى المدينة، وضعا في الاعتبار استئناف التعليم وفتح المواصلات جزئيا. وتشمل الأنشطة متابعة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات في أماكن تجمع الناس وأنشطة النظافة في المستشفى أسبوعيا. تلقى 80 مواطنا دورات مهنية نظرية وتطبيقية تمثلت في الخياطة وتصفيف الشعر وغيرها من المجالات. وشارك أعضاء جمعية بدوها الوطنية في دورة القزلة التي استمرت ل6 أشهر، وقد وزعت الجمعية مستلزمات تمكنهن العمل لفترة 3 أشهر ودفع إيجار مكان العمل ل6 أشهر. كما قدم فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إثيوبيا دورة تدريبية لتصفيف الشعر ل49 امرأة.
هذا ونظم اتحاد كرة القدم في إقليم عسبة دورة تدريبية حول التحكيم ل16 شابا بينهم شابة واحدة عن طريق اتحاد كرة القدم لمديرية أصمات حول تأهيل الحكام. دعا سكان مدينة تساني تشجيع العاملين في الأشغال اليدوية التراثية لدورها في حفظ التراث والهوية. وأشاد السكان بالمواطن علي عثمان البالغ من العمر 77 عاما والذي عمل لحوالي 50 سنة في صناعة الفخاريات. ويعمل المواطن علي عثمان في صناعة أواني الفخار والمواقد التقليدية وحاويات الأزهار وغيرها، ويسعى في أعماله لعكس التراث والهوية العرفية، وأن منتجاته تسوق إلى جانب تساني فيها كوتا وقلوج ومدن وبلدات وقرى أخرى. وقال المواطن علي عثمان أن لديه الرغبة لنقل خبرته إلى الشباب إذا وجدت الأدوات اللازمة. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل ومن ثم الأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. كثفت القوى الدولية مساعيها الدبلوماسية من أجل التوصل لتسوية تفضي لعودة واشنطن للاتفاق النووي والتزام طهران بكافة بنوده. وبينما كشف الاتحاد الأوروبي عن قرب من انخراط الطرفين في مفاوضات بفيينا، توقعت إيران رفع العقوبات سريعا ورأت أنه لا ضرورة لعقد لقاء مع الأمريكيين. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعقد اجتماعات في فيينا الثلاثاء المقبل مع جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بما فيها الولايات المتحدة من أجل التحديد الواضح لرفع العقوبات وتنفيذ التعهدات النووية. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستشارك في اجتماع فيينا لبحث العودة المتبادلة للاتفاق النووي الإيراني، لكنه أوضح أن واشنطن لا تتوقع حدوث اختراق فوري في الملف النووي الإيراني. وجاء الإعلان عقب اجتماع فيينا بعد محادثات جرت عن بعد بين طهران ومجموعة 4+1 بخصوص الاتفاق النووي الإيراني. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن هدف اجتماع الثلاثاء المقبل هو إنهاء سريع للعقوبات يتبعه وقف إيراني لخفض الالتزامات بالاتفاق النووي. أعربت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عن قلقها إزاء برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ البالستية، مؤكدة تمسكها بالنهج الرامي إلى نزع السلاح النووي. وجاء في بيان صادر في أعقاب اللقاء الثلاثي للمستشار الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ونظيريه الياباني شيجيرو كيتامورا والكوري الجنوبي سو هون في الولايات المتحدة أن المسؤولين الأمنيين بحثوا السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية وقضايا الأمن بما في ذلك في منطقة المحيطين الهندي والهادي. قتل شرطي وأصيب آخر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد نحو 3 أشهر من الاعتداء عليه، وذلك إثر اقتحام سيارة لنقطة أمنية وتلويح سائقها بسكين قبل أن ترديه الشرطة. وقالت الشرطة أن الهجوم لا يبدو أنه مرتبط بالإرهاب. في أول تعليق له على الحادث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يشعر بحزن شديد، وأمر بايدن بتنكيس الأعلام الأمريكية على المباني العامة الفيدرالية حدادا على مقتل الشرطي. ولقي 5 أشخاص مصرعهم في اعتداء 6 يناير الذي صارت طبيعته العفوية موضع تساؤل متزايد، وتم اعتقال أكثر من 300 شخص حتى الآن على خلفية المشاركة فيه. حذر البنك الدولي في تقرير من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام مقابل 46% في عام 2019 بسبب النفقات المتعلقة بكوفيد-19. وقال البنك الدولي أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة كبيرة في ديونها بسبب الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية. وشهدت المنطقة التي تضم حوالي 20 دولة انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8% العام الماضي.
ويقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار. سيداتي سادتي، هكذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد اللقاء تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.